صباح الخير عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير، هانيين مرتاحين. بغيت نصبح عليكم. اليوم عندي اول حصه ديال الشيميوثيرابي، اول حصه في الكيماوي البنات. ما نقولش لكم قلبي كيفاش تيدير، عرفتي رجليا غدا بيوم غير بزاز والله. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الصراحه كتكوني كتخمي في حاجه شويه كتولي تخمي في حاجه اخرى. شوفوا الحمد لله انا قربت هنايا حدا الكلينيك، عرفتوا الدنيا عامره هذا الصباح، عرفتوا الدنيا عامره والله العلي العظيم. الا كنشوف هذا الباب ديال هذه المصحه تقولوا كل شي الناس امراضين مساكين بالسرطان. هانتوما غنقلب لكم البنات الكاميرا وتشوفوا. هانتوما شوفوا البنات، ها هي المصحه هنايا، هذه كاينه في الوازيس، عرفتوها كاينه في الوازيس، خاصه بمرضى السرطان. ها هي شفتوا، الحمد لله والشكر لله، قدر الله ما شاء فعل. اللهم لك الحمد والشكر، الحمد لله. دابا انا وصلت البنات، عرفتي باغا ندخل والله الا قلبي تيترعد. اش غادي نقول لكم؟ الحمد لله والشكر لله، الحمد لله البنات. عرفتي داز واحد الكاميون، الصوت ما نقولش لكم، ما يخليني كاع نهضر. المهم دعيو معايا البنات، دعيو معايا. الحمد لله والشكر لله. يا ربي تكون اول حصه تكون سهله، يا ربي، وما نخافش بزاف. الصراحه عمرني ما جربت وما عرفتش كي داير. كنتمنى يا ربي تكون مزيانه. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، اللهم لي الحمد والشكر، الحمد لله. اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق يا ربي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي فانها فاذا فرغت فانصب الى ربك فرغ يا رب. المهم البنات ما نطولش عليكم، ندخل دابا نشوف الاجواء كي دايره ونشوف الامور كي دايره ونعاود نكمل معاكم الفور. ندخل عند الباب تسمع شويه الصداع. كاينين الناس الحمد لله والشكر لله. عرفتي وحق الله العظيم، وتشوفوا الناس اللي كاينين هنا غتقولوا كلشي مريض، حتى واحد ما صحيح. الشباب والشابات، عرفتي واحد جوج بنيات مساكن دخلوا داروا معايا هذيك لا شومبر ملي درت لابوز ديال لا شومبر هذيك الصدفه، دخلوا معايا وحده مسكينه يلاه شدات الماستر باقا صغيره، والله الا باقا صغيره، والاخرى حتى هي باقا تقرا في لافاك. ايوا الحمد لله والشكر لله على كل حال، اللهم لي الحمد والشكر. ناس كبار وناس صغار الصراحه، هذا المرض والموت ما تيختاروش ولا ما تيختاروا. سبحان الله، المؤمن يقدر عليه الله الشفاء. الحمد لله والشكر لله، اللهم لي الحمد. عرفتي دخلت دابا واحد البنت كانت حدايا مسكينه تتبكي، يلا ميت عليهم شي سيده غادي يجيو يديهم. عرفتي والله واحد المنظر تيقطع القلب. هي الموت علينا حق صراحه، ولكن الفراق صعيب، تيبقاو فيك الوليدات. ايوا الحمد لله والشكر لله. الانسان يجي هنا الصراحه قلبي عمر، والله العظيم قلبي عمر شبعان. اهلا بكم البنات، اهلا. هنا حيدت الصوت لحقاش لاصال عامره وكاين الهضره ديال الناس وديال الممرضات، ما بغيتش نخلي الصوت، خليت حتى جيت للدار وغندير لكم المونتاج دابا ان شاء الله. المهم الحمد لله والشكر لله على كل حال. هنايا البنات دخلت لاصال ديال لا شيميو باش ندير لا كور ديالي، وقبل ما ندخل لا فيديو غنبغي نشكر الناس اللي دعاو معايا، البنات اللي معايا في القناه الاولين، شكرا لكم بزاف. والناس الجداد اللي انضموا للقناه شافوا الفيديو ديال الاصابه ديالي بمرض السرطان وانضموا للقناه ودعاو معايا دعوات زوينين وخلاو لي تعاليق زوين. تنقول لكم البنات الله يجعلهم في ميزان حسناتكم يا ربي. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، والله كنشكركم بزاف على التضامن ديالكم معايا، ومرحبا بكم والف مرحبا. والناس اللي يلاه انضموا للقناه جداد تنقول لكم سمحوا لي انضميتوا للقناه وانا في هذه الحاله هذه ديال المرض كنت باغا نشارك معكم فيديوهات. بالصراحه ناويه هذا العام هذا ان شاء الله يعني نغير بزاف ديال الحوايج، ولكن تغيروا الاتجاه اخر.
قدر الله البنات وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. هنايا قربت لكم الكاميرا لوجهي. عندي انا واحد المشكله البنات ملي صغيره، شكون بحالي اون فوا تتكون عندي شي مشكل، اون فوا تتكون عندي شي مشكل تتبان ليا على وجهي. كيف ما كانت البنات، كيف ما كانت المشكله كتبان ليا على الوجه ديالي. سبحان الله العظيم، عرفتي وجهي ما نقولش لكم كي تيولي سبحان الله. ودابا من بعد من العمليه والريجيم ويعني داك ستريس ديال انني عرفت انني مريضه، ما نقولش لكم البنات راه نقصت شي 12 كيلو. 12 كيلو اللي طيحت غير في هذه الفتره ديال شهر البنات. طيحت 12 كيلو بلا ريجيم، بلا حرق الراس. اللي كتاكل البنات تهلا في راسها وتاكل تهلا في راسها والله العظيم. حيت النهار اللي كتجي شي مشكله كطيح لك النص هذاك الشيء اللي نتيا كتقولي باغا نحيدو بالريجيم. ايوا الحمد لله والشكر لله البنات. هنايا دخلت كما قلت لكم لا شومبر لاصال ديال لا شيميو. هنا راه بديت كندير لا كور ديالي. هنا راه مدوزي ليا السيروم. هذاك البيل اللي شفتوني لابسه حيدته وبقيت بالبيل. قالت لي البنت لا حيدي حقاش دايره انا الصدفه البنات درت ديك لا شومبر ما قلتهاش ليكم. درت لا شومبر باش ما ندوش الدواء في العروق حيت قاصح بزاف وصعيب صراحه. صعيب بزاف 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 والله العظيم. انا شفت بزاف الناس تيدوزوا في العرق عرفتي راه تيتمحنوا بزاف. بالنسبه للناس اللي عندهم الحصص كثيره يديروا لا شومبر. بالنسبه اللي عندهم الحصص قلال غير 2 الحصص ولا 3 ما كاينلاش البنات دير هذيك لا شومبر حيت ساهلين فهمتوا. اما اللي عندها مثلا 10 ولا 17 ولا 12 ولا 14 ولا 8 ولا 6 راه قاصحين البنات ضروري خصك ديري ديك لا شومبر باش العروق ديالك ما كيتاداوش. راه اليدين ما كيبقاوش يقدروا يلقاو لك العرق. انا راه شفت واحد السيده معنا في لاصال تبارك الله هي اجي راه تكون في لي سواسونتين ولكن ما شاء الله عليها غزاله وفي كامل الاناقه ديالها اجي وزوينه وانيقه وباينه فيها يعني سيده راقيه يعني ماشي زعما. ومع ذلك ما دارتش هذيك لا شومبر. حيت الناس علاش اون فوا تقول لا شومبر تيقولك لا ما ديريهاش واعره. وهذا راه اي حاجه عندها سلبيات وعندها الايجابيات. هي راه قاصحه شويه ولكن لا عندك الحصص بزاف من الاحسن ديري لا شومبر لحقاش كيجيو ديريكتومون كيديروا لك السيروم فيها. هذيك البرا ديال السيروم البنات يعني اللي مجرب الطبيب ومجرب الدواء راه غيعرف علاش كنهضر. تصوروا البنات العروق راه تينشفوا بلا شيميو تينشفوا يعني خاصك ديك اليومين قبل ما تمشي ديري لا شيميو ولا 3 ايام تبقاي تشربي في الماء. انا راه جلست حداها كانت اول حصه عندي وتيقولوا لي البنات علاش ما شربتيش الماء. لي زانفيرميير تيقول لها علاش الحاجه ما شربتيش الماء كتقول لهم لا راه تنشرب الماء. فهمتوا يعني بصعوبه. تصوروا دخلوا البرا في العرق الاول وما شداتش ليهم الثاني الثالث الرابع بلا ما نطول عليكم البنات في الهضره. المهم واحد الصعوبه ديك السيده تمحنات والله. يعني من الاحسن اللي غيدير لا شيميو والله نصيحه لوجه الله الكريم اللي غيدير لا شيميو وعنده حصص بزاف من الاحسن يدير هذيك لا شومبر. لا كور كدوز في لا شومبر كدوز حسن ودغيا طق كتقول لك طلعي النفس كتخشي لك البرا وهانتي هانيه. ماشي بحال هذيك عرفتي راه مسكينه جات لانفيرميير الاولى والثانيه والثالثه عاد باش لقاو لها واحد العرق في دراعها الفوق يعني بواحد الصعوبه والله. المهم الحمد لله اللهم لله الحمد لله الشكر. كيف ما شفتوا هنايا البنات قلت لكم انا لبست هذيك السيرفيت فيها السنسله باش كيدوزوا لي السيروم منها وكنسد حوايجي حيت الا ما كانش عندك الصيف ولا هذا كيخصك تهزي البيجامه مثلا ولا تحيدي واحد الجهه باش تبقاي عريانه. والبرد دابا عرفتي البرد. المهم الحمد لله والشكر لله. كيف ما قلت لكم دوزات لي البنت السيروم الاولاني البيض كي يشوفوا الذات واش كتستقبل الدواء ولا لا. كتكون فيه واحد الجرعه بسيطه هذاك بيض تيدوز هذاك التيو في جرعه بسيطه ديال الدواء تيدوز هذاك السيروم تتستقبلوا الذات تتقبلوا تيديروا هذاك الحمر ملي تيدوزوا لك هذاك السيروم فيه هذاك الكيماوي تيقولوا لك ما تنوضيش نهائيا ما تحركيش كتبقاي به ما تحركيش نهائيا حتى كتكمل هذيك الخنشه ديال هذاك السيروم. كيف ما تشوفوا البنات كانوا 4 كاينين 4 تيعلقوا 4 ديال الخنيشات الاولى بيضه والثانيه حمراء وجوج بيضين تيدوزوهم ليك. الحمد لله والشكر لله. كتبقاي 2.5 ساعات حتى ل3 الصباح. هنا كيف ما تشوفوها هي كملات هذيك الاولى البيضه حيداتها لي البنت الله يجازيها بخير. ما نقولش لكم البنات تم التعامل ديالهم وكاينين حتى الاولاد واحد التعامل سبحان الله غير على السبيطارات خلاص سبيطار المخزن البنات ما نهضروش على المستشفيات ديال الدوله. عرفتي سبيطار المخزن واحد المعامله في شي شكل. المهم واحد التعامل زوين والله الا ملائكه الرحمه. انا في هذه اللحظه تنقول عليهم ملائكه الرحمه
غزالات البنات، غزالات والظرافات، واحد التعامل كي داير وواحد الاحساس عالي البنات، والله سبحان الله العلي العظيم. يعني واحد التعامل زوين والله، الحمد لله والشكر لله. كتبقى محنه وابتلاء في الدنيا كيتغفر فيها الذنوب وكترفع بها الدرجات. الله يغفر لنا ويغفر لكم يا ربي. وتا واحد ما يأس البنات من المرض، حيت المرض كيقربنا لله سبحانه وتعالى، تيرفعنا لعنده سبحانه وتعالى، وكيبين لينا مدى حب ربي ليك، حيت ربي ملي كيحب شي عبد كيبتاليه. يعني الا ابتلاك الله احمد الله وشكر، قول الحمد لله، راه يمكن درت شي حاجه بعدت بها على الله وربي بغاني نقرب لعنده. المهم يعني انا كنت كنقول 2024 غتدخل ان شاء الله الرحمن الرحيم، غنبدل بزاف د الحوايج في حياتي، غنتحول لدار اخرى، غادي نفرشها كيف ما بغيت، غنصلحها كيف ما بغيت، ما غنبقاش دايره داكشي اللي كنت دايره في هاد الدار هادي. غادي نحقق بزاف ديال الحوايج في حياتي كنت ما دايراهمش، بزاف ديال الاحلام كنت كنحلم بهم، غير كنحلم بهم. قلت هاد العام ان شاء الله غنبدا نطبق اي حاجه، غنبدا نطبقها. المهم باقا ما دخلاتش 2024، حنا باقيين في 2023، قدر الله ما شاء فعل. وحتى دابا الحمد لله والشكر لله، وكنحمد الله وتنشكره والله العظيم. الحمد لله البنات والشكر لله. انا دابا بغيت نشكر البنات والنساء اللي تواصلوا معايا، كانوا مصابين او مصابات بالسرطان وتشافاو وقالوا لي ما تخافيش، الطب تطور والعلم تطور. كنا في هذه المراحل اللي كتعودي عليها ودزنا وحسينا بيك. علاش؟ حيت عشنا نفس الاحساس اللي عشتيه هو اللي عشناه، وانا حاسه بهم الحمد لله. وتنقول يا ربي يشفيني ويشفيهم ويشفي مرضى المسلمين، يا ربي تشفي كل مرضى السرطان يا ربي في جميع بقاع العالم، حيت واحد المرض ما تتبغيش لعدوك. والله الحمد لله والشكر لله، غير الوقع ديالو راه هذه النفسيه. وحنا الحمد لله إماء الله وعبيد الله، نواصينا بيده، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاؤه. ما عندش الانسان مناش يخاف، هو تحت رحمه الله سبحانه وتعالى. والله الحمد لله ربي رحيم بالعباد ديالو، كيقدر عليك واحد الحاجه الا رضيتي الحمد لله. النصيحه اللي غنصحكم البنات، اي وحده مشات للطبيب ولقات عندها هذا المرض هذا، تحمد الله وتشكره، ما تخافيش نهائيا. والله ما تيقتل غير الاجل، ما كيقتل لا مرض ولا عمليات ولا حتى حاجه. انا شفت واحد السيده مسكينه شافت الموت وبقات في الانعاش مده طويله، ما بغيتش نطول عليكم، شي نهار البنات نعاود لكم القصه ديالها. المهم يعني مده طويله بقات في الانعاش وكل شيء قال راه ديك السيده غادا تموت، وكانت ما كتنوضش نهائيا، ومع ذلك تشافات بغلا الله سبحانه وتعالى، تشافات ورجعت لحياتها بحال ما كاينه حتى شي حاجه، بحال ما كاين والو. البنات انا خرجت بهذا الفيديو هذا باش البنات اللي تيسولوا فيا وتيقولوا لي كي بقيتي، تنقول لهم الحمد لله الله يسول فيكم الخير والربح، والله يجعل الدعوات والتعاليق زوينه في ميزان حسناتكم يا ربي يا ارحم الراحمين. المهم البنات اللي بغيت نقول لكم ان كل شيء داز بخير وعلى خير الحمد لله، والامور دازت مزيانه، واللي باقي عندها العلاج ان شاء الله ما عندهاش مناش تخاف، دير يقينها في الله سبحانه وتعالى وهو خير الحافظين. ما عادش الانسان مناش يخاف البنات نهائيا، الحمد لله والشكر لله. العلاج واخا قاصح كيطيح الشعر وتيمرض صراحه، ولكن راه الحمد لله والشكر لله انا هنا راه قربت ندير الحصه الثانيه، راه بقات لي تقريبا غير شي 3 ايام ولا 4 ايام وغندير الحصه الثانيه. يعني دخلت دوشت البنات، طاح لي النص في شعري، النص ديال شعري طاح، فهمتوا؟ انا ما حسنتوش ما حيدتوش صراحه، ما قدرتش والله ما تجرأتش نحيد الشعر ونحسنه. ولكن ملي دخلت الحمام ندوش البنات راه تدازت تقريبا واحد 15 يوم البنات، عاد قديت نسجل معكم. الصراحه كانت النفسيه ماشي هي هذيك، وحتى لاشيميو حتى هي كدير الدوخه، الغثيان ردان حاشاكم شرف الله قدرهم. يعني كتكوني في واحد الوضع بحال شي محمى، بحال شي وحده حامله، يعني بدايه الحمل ديالها كيكون عندها لحم، سيرتو اللي كيجيها لحم قاصح راها كيجيها بحال كتوحم تماما. المهم انا حتى الطبيب قالها لي وداكشي اللي حسيت نيت، قال لي راه الا كان كيجيك لوحم صعيب راه غتحسي به صعيب، كان كيجيك لوحم ساهل وما كتحسي بوالو راه غادي يجيك ساهل ما غتحسي بوالو. يلا البنات ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو هذا، الله يجعل البركه، شكرا لكم بزاف. واللي انضمت للقناه كنقول لك اختي مرحبا بك والف مرحبا، واللي عجبك الفيديوهات ديالي واللي عجبتك القناه ديالي مرحبا بك، ديري اشتراك وتبعي معايا الفيديوهات ديالي. انا ما كنشاركش غير المرض ديالي، انا راه كنشارك روتينات، كنشارك
يعني فيديوهات زوينه مشجعه ومحفزه بالنسبه للنساء المغربيات وجميع بقاع العالم. شكرا لكم البنات بزاف بزاف، ما سخيتش بكم، خليتكم على خير وبخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في رعايه الله. السلام عليكم.